ورديت على الدكتور البرادعي ايضا؟ لا، الدكتور البرادعي له موضوع بقى قال ان ترشحك يعني ان نظام مبارك لا موجود. ده موضوع تاني، ده موضوع قديم. امبارح انا سمعت للدكتور البرادعي حته صغيره كده ظريفه قوي. الدكتور البرادعي الحقيقه ما انا مش فاهم. يعني هو قال انه بص في المرايه، اما شاف وشه في المرايه قام المرايه الهمته انه يسيب النظام اللي مش سليم ده ويسيبه يطلع. الحقيقه بعد كل النقد اللي بينقده ده انا عايزه بقى يستلهم المرايه تاني ويبص فيها ويجرب، لعله يخش الانتخابات تاني ونشوف الصندوق هيقول ايه. يعني انا نفسي بس البرادعي يخش يشوف الصندوق هيقول ايه. امبارح كلام غريب جدا. يعني انا مش مصدق نفسي والله. كلام زي ايه يعني؟ وقفت عند ايه من كلامه غير موضوع المرايه؟ شكيت من كلامه انه ممكن يرجع. هل يعقل ان واحد في السن ده وفي الخبره دي مش عارف ان كلمه الحياء عيب؟ برضه هرجع اقول الادب فضلوه على العلم. بمعنى ايه معلش الحياء يعني؟ كان لازم يكون في قدر شويه من الحياء. انا احمد شفيق، البرادعي يجي النهارده يقول على احمد شفيق كان يبقى قدر على الحياء قبل يعني ما ارشح نفسي. كان يبقى عندي قدر من الحياء. البرادعي بيقول لاحمد شفيق الكلام ده. ليه منزعج؟ حاجه غريبه يعني جدا. يعني ليه بتقول البرادعي؟ لان انا ما بتقول لي حضرتك بترد وتقول خلينا بقى البرادعي، ما احنا مسكين. ده البرادعي بيحكي بيقول انه سنه 61 ماشي مع والده في الشارع، ووالده الحقيقه كان بيتعرض اللي هو بيتعرض ليه دلوقتي، وكانوا الناس لما بيشوفوا والده في الشارع بيتجنبوه يعدوا في رصيف الناحيه الثانيه. انا ما لفتش نظري كلمه ان والده بيعدي الناحيه الثانيه، ليه الناس بيسيبوه يعدوا الناحيه الثانيه؟ عشان بطوله يعني مرموقه ولا عشان ايه؟ ما اعرفش. بس والده كان نقيب محامين محترم. أيوة يعني أيوة مشهود له الحقيقه. هو قال كده بيسيبوه يروح الناحيه الثانيه. انا لفت نظري انه سنه 61 ماشي مع والده بيسيبه الناحيه الثانيه. 61 دي انا اتخرجت 62 كنت بحارب في اليمن، كنت شايل احد الرجال اللي بيشيلوا مسؤوليه الدوله. ما يجيش النهارده البرادعي يتكلم على احمد شفيق. ايه الملفات اللي بتقول ان عندك ضد البرادعي؟ اللي ضد البرادعي؟ ايوه حضرتك مش رديت وقلت لما في هذا الوقت قال لك ما يقولش الكلام ده، احنا عندنا ملفات كتيره ضده، ولا ما قلتش الكلام ده؟ لا دي مش ملفاتي انا. ملفاته هو؟ في قضايا ملفاته دي في عند النائب العام. الموضوع عند النائب العام. يعني علمي انها عند النائب العام. عموما ملفات ايه اللي عند النائب العام؟ عموما انا ما اعرفش التفاصيل بقى. بما ان حضرتك عارف ان هو عند النائب العام عارف الملفات. لا انا عارف في حاجه ثانيه. انا عارف الكارير بتاع البرادعي في الهيئه اللي كان ماسكها وصلنا لايه فيها في الاخر، والدول العربيه جانت ايه، ودولته جانت ايه. احنا مش هنضحك على بعض. يوقف عند حده لان حسابي عسير جدا جدا. بمعنى؟ وتمادى وانا اعرف ازاي اوقفه عند حده. عيب، احنا كبار على ذلك، عيب. ويتدور ويتهكم كده، يكونوا بيراقبوني هنا. بيراقبوك ايه؟ مين اللي هيراقبك؟ وايه اهميتك عشان تتراقب المراقبه الفظيعه دي؟ كل ده عشان مره 9 اشخاص خارجين من بيته. انا ما اعرفش القصه دي. انا كرئيس وزاره الموضوع ده تم قبل ما اجي او بعد ما جيت، انا ما اعرفوش. ما اعرفش جهاز امن الدوله ولا جهاز استخباري احتجزوا 9 اشخاص طالعين من بيت. هو بقى بيحكي امبارح بيقول ده كانوا قاعدين ياكلوا كباب وكفته عندي. بياكلوا كباب وكفته، بياكلوا فول وطعميه. ده وقت ما حضرتك كنت رئيس وزاره ولا؟ الحقيقه صدقيني والله ما اعلم، والله ما اعلم اذا كان في وقتي ولا بعديه ولا قبليه. خلاصته انه في الفتره بتاعت الثوره دي الاولانيه خلاص. فانا بشرح اما لقيته زعلان وبيتكلم، انا ما فيش غضاضه بيني وبين حد، انا بتكلم كلام عام. فبقول يعني اعقلوا الناس اعذرهم للناس. في واحد جهاز مسؤول هو عنده قلق من شخص ما. القلق ده على اساس او على غير، سامعين يا لميس؟ سامعاك يا فندم. القلق ده على اساس او على غير اساس. ممكن يكون غلطان، بدليل ان الجهاز اللي عمل كده ده صاحبه في السجن دلوقتي، يعني غلطان على حاجات اكبر من كده كمان. فانا بقول له ايه؟ انا بسهل الموضوع، بقول يعني هو عنده تحفظ عن حق
او عن غير حق. خد الناس سالهم سؤالين ومشيوا. مش عايزين نحمل الموضوع اكثر. هو بقى واخدها ايه؟ انا البرادعي يسالوا الناس اللي نازلين من عندي. يا سلام، هو ما كانش باصص لك البصه دي. الراجل بتاع الامن ما كانش باصص لك البصه دي. ده مش احمد شفيق، انا ما كنتش اعرفك وما اعرفش اسمك وما اعرفش شكلك. لمضايقات كثيره يعني طبعا في فترات معينه قبل حضرتك وبعد يعني تعرف مضايقات كثيره. افهميني يا لميس، يعني انا عايز اقول ايه؟ راجل مسؤول عن الامن، هو حتى لو معلومه مغلوطه عنده عمل اجراء. انا بشرح لك الوضع، بشرح. انا عايز اوصل للعلاقه، ليه العلاقه بينكم كده؟ يعني لماذا يهاجمك ولماذا؟ انا الحاجه الوحيده اللي انا هذا البرادعي انا عرفته فيها انه هو جاي مصر لاول مره. انا كنت مبسوط من دعوته بمنتهى الامانه، حتى انهم لما بيقولوا هيوصل في المطار في صاله كذا وفي 200 واحد هيخشوا الصاله. لما عاد البرادعي انا قلت ايه؟ قلت للراجل المسؤول عن الامن، قلت له سيب الناس اللي عايزين يخشوا صاله. قال الازاز هيتكسر وصاله هيتكسر. قلت له سيب الازاز. طب اقسم لك بالله ان الكاميرات اتمنعت. اقسم لك بالله. ايه اللي اتمنع؟ الكاميرات. لا ما حصلش، كلام غير مظبوط. واذا حد قال لي كده هو كلام مش مظبوط. ده انا خليت الامن. انا كنت مرحب، يعني انا جوايا كمصري كنت مرحب بمجيه، لدرجه قلت له سيب كل الناس يخشوا، يعني ما تعملش قيد في الصاله، ما فيش اي شيء تجاهه. ايه الحكايه؟ ايه الحكايه؟ هل أنا مش عارف. متوقع انه قد هو امبارح اكد ان هو لن يعدل عن قراره بعدم المشاركه في انتخابات الرئاسه؟ متوقع ان هو غير كلامه؟ ده انا بارجوه يبص في المرايه تاني ويشوف وشه. جايز المرايه تلهمه انه يخش الانتخابات. انا اتمنى يخش الانتخابات ويرى الشعب المصري هيقول فيه ايه. هيقول ايه في نجاحاته المبهره يعني في القطاع اللي مسكه للدول العربيه كلها. نجاحاته اللي انعكست علينا يورينا بس. لا موضوع الوكاله الدوليه ده ما اقدرش اعديه، ما اقدرش، مش ممكن يمر كده. وطبعا الكلام على مسؤوليه الفريق شفيق. خلي الاخوه، خلي المصريين يقولوا رايهم. يعني لا، ولو كان هو هيترشح اول واحد هيروح يؤدي فروض الطاعه ليه ويقول له مع كل التقدير والاحترام يا رئيس الدوله. اول واحد في مصر اذا كسب يعني. ده انا راجل ملتزم ولن اتردد ثانيه. يكسب هكون اول المتقدمين لتهنئته، بس يورينا ايه المعلومات اللي عندك بخصوص وكاله الطاقه النوويه. موضوع العراق معروف على الاشهاد، يعني ليه حضرتك ايه المعلومات اللي لديك بخصوص فتره رئاسته لوكاله الطاقه؟ اقري شويه ما قيل في كل هذه الموضوعات سلبا وايجابا وبعدين نتكلم بس كده في كل الموضوعات اللي تخص الوكاله في الفتره بتاعته اللي تنعكس على الدول العربيه. اقريها شويه كده وبعدين نبقى نقعد في متسع من الوقت. هل الملفات اللي عند النائب العام لها علاقه بان هذا كان رجل معارض في فتره طويله اول من طالب بتغيير النظام؟ ما اطلعتش عليه. بس حضرتك بتقول انك عارف انا عارف ان فيه، انا عارف ان فيه. ويسال ابو شادي، يسال هو، يسال ابو شادي، يسال ابو شادي نمره 2 بتاعه على مدى 30 سنه يعني 25 سنه يسال في ذلك بس كده. هخرج فاصل عند المراية وحكاية الدكتور البرادعي. هخرج فاصل. كلام الفريق شفيق على مسؤوليته الخاصة، يعني نكن احترامنا لكل الشخصيات العامة منهم الدكتور البرادعي وكل المرشحين المحتملين وغير المحتملين. في حاجة المجاملة ما بيننا مطلوبة، لكن تخطي الحدود غير مطلوب، غير مطلوب اطلاقا. وكل واحد يحترم القدر اللي قدامه بحجم قدره. انا الموضوع غير مقبول. ما يدور على وسائل الاعلام غير مقبول بحال من الاحوال. وانا برضو بحذره للمره الاخيره لسبب ان انا يعني اقدر، يعني كل واحد عنده في يعني في مكنونه قدرات كثيره. انا عايز اعرف ايه اللي في مكنونك برضه. انا حر بقى، حاجه غريبه جدا. مش ده وقته انك تقول لي اللي في مكنونك. انا بس بقول له كفاك، بقول له كفاك. ولا معنى انك انت ايه الحكايه؟ ايه احمد شفيق لو ترشح يبقى الثوره انت ثورتك؟ انت قايم على الثوره؟ هو واحد من اول الناس اللي نادوا بالثوره يا فندم، اول ناس من نادوا بالتغيير. الحقيقه دي انت تحكم على نفسك وعلى فعلك، ما تحكمش على الناس ابدا، غير مقبول. انت ما تعرفش اللي قدامك ده عمل ايه لبلدك، اما انت كنت قاعد خواجه بره. ده بيتكلم يقول لك ده، انا اقول لك ده مش عارف يتكلم الكلام العربي بتاعنا، مش عارفين نكلمه. عيب عيب. هنخرج هنا فاصل، وبعد الفاصل لو كنت رئيسا فريق